عمرك تخيلت ان الموبايل بتاعك كمية البكتيريا اللي عليه اكتر من اللي موجودة في التواليت حوالي 10 مرات؟ ده بسبب دخولك بيه جوه التواليت. من هنا نرجع لموضوع ان حمام بيت الراحة لمجرد قضاء الحاجة بس. خليك عارف ان حوالي 95% من الناس اللي في مرحلة الشباب او المرحلة العمرية بتاعت الشباب بيدخلوا الحمام بالموبايل بتاعهم. هل ده ليه اضرار جانبية كتيرة قوي؟ تعال اقول لك اول حاجة. انت عارف ان انت وانت قاعد بتتفرج على الريلز او قاعد بتتابع الفيسبوك ولا بترد على الواتساب او بترد على الايميلات، زي ما اغلبنا واخد الموبايل عشان الوقت بتاعه مش ساعة بره التواليت، فانت مخك طول الوقت مركز فين؟ مركز في الاشارات اللي بيعملها، وبالتالي عمال تبعت ايميلات، تبعت رسائل، تقرا ريلز. الاشارات العصبيه اللي رايحه للقولون عشان تخليه ينتظم اثناء عمليه الراحه في الحمام مش رايحه مظبوط، فبيخلي الوقت اللي انت بتقعده على التواليت بدل ما يكون من 3 ل 5 دقائق في المتوسط بيقعد اكتر من كده بكتير. مش كده بس، وطول الوقت حاسس انك بتخش الحمام وتطلع منه ما ارتحتش، مع انه بيت الراحه بس انت اللي ما خليتوش كده. النقطه الثانيه، انت عارف كم الجراثيم اللي بتتنقل لك على الموبايل طول ما انت قاعد في التواليت قد ايه؟ انت بعد 3 ثواني بالظبط من خروجك من التواليت او ماسكك الموبايل بعد ما تطلع من التواليت 75% تقريبا من البكتيريا اللي موجوده عليه اتنقلت لايديك. 55% منهم هيتنقلوا لبقك او عن طريق النفس، وده ياخدني لمشكله مرضيه دلوقتي بنعتبرها مشكله العصر، حاجه اسمها السيبو او السمول انتستينال بكتيريال اوفر جروث، زياده نمو البكتيريا في مكان غير مكانها. احنا القولون بتاعنا قلنا قبل كده ان في بكتيريا مأجراه وعايشه جواه بتدينا شويه حاجات مفيده لينا، انما قصاد كده لو اتنقلت من المكان ده للامعاء الرفيعه اللي هي السمول انتستين او الامعاء الدقيقه تسبب لي مشاكل صحيه كبيره جدا، وده اللي مخليك طول الوقت بطنك منتفخه، اكلت او ما اكلتش تحس ان بطنك على طول مش مرتاحه. في ناس بعد ما بتاكل على طول تحس ان بطنها حصل لها ديستنشن قد كده بدون اي سبب، خروج روايح مش مريحه اغلب الوقت. كل ده ممكن يكون السيبو، وجزء من اسباب السيبو هو استخدام الموبايل في التواليت. فخليني اقول لك، خلي الحمام بيت الراحه الحقيقي تقعد فيه فتره من 3 ل 5 دقائق، على الاكثر 10 دقائق، يحصل فيها عمليه تفريغ تطلع منها مرتاح، بدل ما طول الوقت قاعدين جوه التواليت نتفرج على الموبايل ونطلع منه ونرجع تاني وبعدين قولوننا يتعب معانا مع الوقت. افتكر دايما ان صحتك اهم.